النهاردة وصفة جميلة جدا، بمعنى أصح فطيرة السعادة. فطيرة دايبة دوب من كتر حلاوتها، تحفة من أحلى الفطاير اللي أنا عملتها. وكمان أنا عملتها بطريقة اقتصادية جدا وسهلة، وكمان بمكونات بسيطة موجودة في كل بيت. عايزة أقول لكم إن دي أحلى فطيرة عملتها في حياتي من كتر طعمتها، وكمان سهلة جدا وبسيطة ومخدتش مني وقت. تابعوني لآخر الفيديو علشان نعرف طريقة تحضيرها. أول حاجة هنا هجيب بولة تكون مناسبة للعجن، وكمان هضيف شوية مية، حوالي كوباية من المية أو أقل، وعليها معلقة صغيرة جدا من الملح، يعني حوالي ربع معلقة من الملح. وهبتدي أدوب المية كويس جدا وهي والملح. بعد كده هبتدي أضيف الدقيق على حسب العجن، يعني حوالي كده ربع كيلو من الدقيق، ولو احتاجنا دقيق تاني هنضيف على أساس إن العجينة ما تلزقش في إيدينا. طبعا هعجنها كويس جدا مش أقل من ربع ساعة. العجن طبعا مهم جدا زي ما قلنا للمعجنات، بيديني نتيجة فعلا مبهرة. بعد ما عجنتها كويس جدا هبتدي اخدها على الرخامة، هرش شوية دقيق وهبتدي خلاص اعجن. او مثلا لو هي مش محتاجة عجن تاني خلاص هبتدي افردها على طول. العجينة مناسبة معايا جدا زي ما انتوا شايفين، متماسكة، لا هي سايبة ولا هي جامدة قوي. العجينة متماسكة وكمان مناسبة معايا جدا للفرد. زي ما انتوا شايفين كده هي اتفردت معايا بكل سهولة وما خدتش مني وقت. هبتدي هنا بالفرشة كده، وهبتدي اوزع حبة زيت كده من فوق على الوش علشان بس ما تعجنش معايا. وهنا بعد ما دهنت كل الاجزاء بالزيت بالفرشة زي ما انتوا شايفين، ممكن ندهن زيت او سمنة. هجيب اي نوع جبنة متوفر معايا في البيت، سواء جبنة كريمي او جبنة مثلثات او حتى جبنة علب عادية، اي نوع جبنة. انا هنا عندي جبنة كريمي زي ما انتوا شايفين، هبتدي اضيفها. ادتني نتيجة جميلة جدا، طبعا لان هي كده سايلة، فبصراحة يعني اتفردت معايا بسهولة وادتني طعم جميل. هبتدي اضيف الخضار اللي متاح معايا. انا هنا ضفت طماطم متقطعة مكعبات صغيرة، وكمان فلفل متقطع مكعبات صغيرة جدا. وهبتدي اطبق العجينة على بعضها زي ما انتوا شايفين، انا بطبق وكمان بدهن زيت ما بين كل طبقة علشان ما تلزقش وما تتعجنش وهتطلع مورقة معايا. هنا خلاص بعد ما طبقتها هبتدي اخدها على صينية. طبعا هخلي الوش الرقيق اللي انا حطيت عليه الجبنة هو اللي من فوق، وهجيب حوالي 5 معالق من الجبنة الكريمي على الوش زي ما انتوا شايفين. وكمان هجيب جبنة موزاريلا الحمد اللي انا دايما استخدمها، سعرها اقتصادي وكمان بتمط معايا بتديني نتيجة مبهرة. هبتدي اضيف على الوش جبنة موزاريلا زي ما انتوا شايفين، وكمان ممكن نضيف زيتون او فلفل او مثلا اي نوع خضرة او مثلا طماطم، هتديني نتيجة جميلة وشكل جميل جدا بعد السوا. طبعا فطيرة زي دي ممكن نسميها فطيرة شرقي، ممكن تسميها فطيرة بالجبنة، أي نوع مسمى، لكن هي فعلا تحفة. هنا كنت محضرة بطاطس مقلية وعليها شوية كاتشب. طبعا طلعت الصينية زي ما انتوا شايفين، تحفة فعلا. جميلة جدا، دي من أحلى الفطاير اللي أنا عملتها، ريحتها وطعمها جمال جدا. كمان الجبنة الكريمي اللي أنا استخدمتها ادتني نتيجة فعلا أحلى من الجبنة الموزاريلا. زي ما انتوا شايفين الوش بتاعها لامع جدا وجميل. طبعا حطيتها على نار عالية في الأول، بعد كده وطيت، وعلى الشواية كمان وطيتها خالص علشان ما تحرقش معايا الجبنة. طبعا فطيرة شهية جدا، طعم الجبنة وهي سخنة كده وبتمط، وكمان الجبنة الكريمي مع الجبنة الموزاريلا ادت طعم وريحة فعلا تحفة. عايزة اقول لكم ان هي احلى من البيتزا، واحلى كمان من الفطاير الشرقية، حاجة كده فعلا تحفة وجميلة جدا. وأتمنى إن انتوا تجربوها وتقولوا لي رأيكم فيها ايه.